في ايه؟ ليندا سابتني. عادي، يعني ايه المشكلة؟ كلها اسبوع ولا حاجة وتلاقيها راجعة لك تاني. مش هترجع تاني. ليندا خلعتني. تقول ايه؟ خلعتك؟ مش عارف عملتها ازاي من ورايا، بس انا كمان كنت حاطط لها فلوس في البنك من ورا ابوكي طبعا. خدتهم واختفت. ايه اللي انت بتقوله ده؟ يلا بينا نقوم نروح لها. انا لسه راجع من بيروت، ما لقيتهاش هناك وتليفونها مقفول. انت سافرت ورجعت من غير ما تقولي؟ من غير ما تقول لاختك؟ اه، انا سافرت ورجعت، ولا ابويا خد باله ولا اختي خدت بالها. والله العظيم يا ادهم، انا الفترة مش محتاجة تبرري حاجة ولا تقولي حاجة. فريدة، أنا عايز أسألك سؤال. اسأل. وأنا وحش أوي كده؟ ليه بتقول كده يا ادهم؟ لا يا حبيبي، والله انت احسن واحد في الدنيا والله العظيم. ليه كده بس؟ مش عارف هي عملت معايا كده ليه، ومش عارف هقول لبابا إيه. مش فاهم. ما تفكرش في حد خالص دلوقتي، ولا تفكر فيها ولا تفكر في بابا. ما تفكرش غير في نفسك، ولا تفكر فيها. هي اصلا بكره تندم انها عملت كده. واذا كان على بابا يا سيدي سيب لي انا الموضوع ده. انا عايزاك ما تفكرش غير في ادهم. ممكن اطلب منك طلب؟ ممكن اقوم انقي لك حاجه تلبسها دلوقتي وتيجي لعيد ميلاد وتهيص وترقص مع البنات وتنزل صور عشان توريها ان هي مش فارقه لك في حاجه؟ عشان خاطري. المهم انت يا ادهم هتعرف تشيلها من دماغك؟